هاي، كيفكن؟ أنا اليوم باليوم الرابع للكورنتين، بعدني قاعدة لوحدي، ومثل ما برجع بذكر بكل فيديو إنه هيدا اختياري وهيدا وقائي. لا أحمل حوالي بحال أنا كنت حاملة شيء. أول شيء بدي وجه معايدة لكل أصدقائي الأكراد حول العالم. بدي لكم ججنوا بيروز بيه ونوروز بيروز بيه. كتير عالم لما حطيت على فيسبوك وتويتر شو عم عيد الأكراد، قال شو يعني، في اجاني كتير أسئلة إنه شو يعني عيد النوروز. عيد النوروز هو له قصة مخبريني إياها رفقاتي. هيدي القصة إنه كان في مرة حاكم كتير ظالم، بيقوم بيحلم انه هو رح يموت، فبيجمع هودول المشعوذين حول منه، بيسألهم انه انا كيف ما بموت. بيقولوا له اذا ما بدك تموت بدك انت تاكل كل يوم راس حدا، يا طفل يا شاب، بتذكر ما اتذكر بالضبط شو، من هيدا المنطقة. فبصير هو يجيب هالشباب والولاد ويقتلهم وياكل رؤوسهم. بيقوم في واحد اسمه كاوا الحداد. كاوا بيرفض هذا الظلم وبيقول انا بدي اروح اقتله لهيدا الحاكم الظالم، وبقول للعالم انه انا بدي اروح اقتله، بحال قتلته رح اشعل نار. بيته طبعا للحاكم كان على راس جبل. فبيقوم هو بيروح وبينجح وبيقتله وبيولع النار. بيصير من وقتها النوروز او نوروز، وهو اليوم الجديد. يعني هيدي قصة بتخلينا يعني كلنا نتمنى انه يكون عنا ببلادنا مثلا بلبنان كاوا الحداد يخلصنا من الحكام الظالمين اللي عنا. فور اكزامبل يعني، وفي عندكم مناطق تانية، بس كل واحد له علاقة بدولته. صراحة انا ما بتدخل بشؤون الدول الاخرى، عشان هيدا بحترم سيادة الدول يعني. أنا أول مرة بحتفل بالنوروز كان سنة 2007. كان وقت نروح على كردستان يقولوا لي شو هاي كردستان بلبنان. احتفلت فيه عند أخذني صديق كتير غالي علي اسمه شيرزاد لهونيك، وطلعوني على منطقة اسمها عقرة. إذا بتحضروا سندباد من زمان، والسجادة هذا اللي بتطير عقرة. فهي هيدا هي يعني القصة متاخدة من هالمنطقة. فأنا بتذكر وقت طلعت على الجبل صرت أتخيل هلا بده يجي سندباد بالسجادة. وكان يومها من أجمل الأيام والمغامرات اللي عشتها بحياتي، إنه شفت شيء جديد، كيف بيولعوا نار، كيف ناس بيحتفلوا بالنوروز. وأنا من وقتها أنا بلشت أتعرف على الأكراد سنة 2006. من وقتها لهلا صار عندي أكراد هن أهلي، هن بيعرفوا حالهم، يلي هن يعني بيهتموا فيي كتير 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 وبحسسوني انه بنتهم المدلله. وبعد منها صار عندي اصدقاء اكراد بكل العالم، اكراد من سوريا، اكراد من العراق، اكراد من ايران، اكراد من تركيا. وصراحه انا بعتز كتير 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 بصداقتهم، وكتير كتير 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 بحبهم. ولما تعرفت عليهم اكثر وعرفت قضيتهم وقريت كتير كتب عنهم، حسيت انه هن شعب مظلوم، وانه خلينا نطلع شوي من الشوفينيه العربيه تبعنا ونصير مثل ما نحن بدنا حقوقنا باراضينا اللي بنعتبرها مغتصبه، كمان نعطي بقيه الناس حقوقهم ونعيش كلنا متساويين بهالمنطقه من العالم. هيدي هي يعني اكثر شيء بيخطر على بالي خبركم اياه اليوم باليوم الرابع للكورنتين. وبطلب منكم دايما دايما تضلكم منتبهين لحالكم ولصحتكم. وطبعا برجع بكرر كل يوم اني كتير 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 مشتاقه لكركور، وبكره عيد الام، فبكره بنحكي كمان عن عيد الام. يلا جود نايت.